لأول مرة في التاريخ منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية يضمن تصدر المجموعة بتاعته بعد جولتين بس. عاش يا حسام حسن. ايه رأيكم في الماتش امبارح؟ الماتش كان بصراحة جامد جدا يعني نعم كان فيه أخطاء كتيرة جدا خاص باللعيبة وكده، بس الماتش كان مجمل خط دفاع وحراسة ما شاء الله يعني. مقتنع بالكلام اللي بتقوله؟ انا عن نفسي مش مقتنع يعني. انا عجبني رد فعل حسام لما طرد محمد هاني. فانت أيوة. عندك مركز مهم خالص، وحتى كان في الشوط الاول كان جنوب افريقيا بتلعب عليه برضه، فده اتشال اصلا، فبقت الموضوع يعني بقت اجابها مفتوحه خالص. فكون ان هو جاب لك لعيب زي امام، هل السر مثلا بيلعب على مرتده ولا امام بدني بيلعب على ان هو بدني قوي ولا ضعيف؟ ما اعرفش اختياره هو ليه الامام ان هو يلعب في الحته دي. هو برضه عرف يتعامل معاها يعني. احنا نسينا نقدم نفسنا، صح؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من رابعه شمال. طبعا احنا رابعه شمال، ده احنا الجمهور اللي محدش بيسال فيه، اللي هو طبعا لا بيروح استاد ولا بيعمل اي حاجه، بس الكوره كده ايه ممكن تبسطه ممكن تزعله، نتفرج على التلفزيون بس. والحمد لله يعني لا في حد بيسال علينا ولا بيكلمنا ولا اي حاجه. لا بس ايه اللي حصل في ماتش جنوب افريقيا؟ والله كانت مدعكة. انت قبل الماتش متوقع ايه؟ يعني كل واحد كده فيكم يقول لي احنا داخلين على الماتش متوقع ايه اللي يحصل؟ هنغلب. تتغلب؟ وش على طول. كنا هنعمل كان اقصى ما عندنا في الشغل في الماتش لحد ما نقدر، ممكن نفوز مثلا او نتيجه مثلا. انت متوقع ايه؟ شفت يمكن دي فيها شك. انت متوقع ايه؟ امل ضعيف بسيط صراحه نفوز بتيجي سكور اعلى مثلا من كده 2-0 مثلا، بس الحمد لله. من اخر مواجهه كانت مع جنوب افريقيا، فكان هم يعني كسبونا. احنا كان معانا طار شديد بالظبط، لان هو جنوب افريقيا طلعتك في 2019 بوجع، يعني الواحد اليوم ده اتوجع في ارضك كمان يعني اليوم ده انت المفروض يعني مجهز، انت اللي منظم وبتاع، وفي دور ال16 وانت واخد 9 بونت ورايح بقى وبتاع، فمره واحده كده يعني ايه طلعت من البطوله. كان شكلنا وحش جدا بامانه كده. منتخب جنوب افريقيا هو اول تجربه حقيقيه لحسام حسن. بالظبط كده، مش هنقول تجربه حقيقيه، لا هو الراجل فاز على بوركينا فاسو قبل كده ولعب ماتشات كويسه، بس اول تجربه يعني بنسبه 100% محدش يقدر يقول لا المنتخب ده مش. فكون ان هو يفوز في الماتش ده حاجه قويه جدا بصراحه. بس هو ما حدش ينكر ان هي اتسطرت. هي اتسطرت. انتوا كلكم اتفرجتوا على الماتش كامل ولا اجزاء منه؟ الماتش كامل. طيب انا في الشوط الاول كنت مبسوط جدا من الماتش، يعني برغم ما كانش فيه هجمات الكبيره، مفيش مثلا زي ماتش زيمبابوي كنا واخدين الملعب رايح جاي، بس الماتش في الشوط الاول كان تنظيميا كان اكثر من رائع. كنت حاسس ان ده منتخب مصر وتقيل في الملعب وفي شغل مدربين وفي حركه. طبعا الجون اللي جه هو احترافيا محمد صلاح، غباء من المدافع. طبعا ضربه الجزاء الغريبه دي يعني مش عارف ايه اللي يخلي المدافع يضرب محمد صلاح في عينه. هي ضربه جزاء 100%. والكرة في ايد الكرة مع المدافع اكتر من محمد صلاح يعني. ايوه. هو بيهبش الكرة طالعه بره المربع ده، فكان كده هو الواد بيهبش يعني، هو بيجري كده عارف كده لما تعمل حركه غريبه كده ملهاش معنى. بس دي طبعا برضو محمد صلاح خد الكرة دخل لجوه، عمل الشغل بتاع الخبره. انا بقول ان محمد صلاح في الدوره دي بيلعب بخبرته، لا بيلعب بمهارته ولا بسرعته ولا الراجل بيلعب بخبرته. الجون بتاع زيمبابوي لا جون ما يعملوش اي حد، لا جون صعب يعني، جون بتاع لعيب كبير هو راكنها يعني اي لعيب تاني ممكن، لا هو بيبص على الجون قبل ما يلعبها، هو شايف الجون بيتحرك ازاي ولعبها له على حسب التحرك بتاع الجون، فالجون كبير جدا. الماتش ده هو خد الكرة ضلع بيها، عمل الضغط على المهاجم وعلى المدافع وخلى المدافع يغلط، فده برضو تحسب له يعني في الموضوع ده. طب ايه اكتر حاجة في الماتش ضايقتكم؟ انا الحاجه نفسها ضايقتني وفرحتني هي نفس الموقف بتاع محمد هاني. يعني ده مش موقف محمد مشي عمل، هو لو عمل الصالح ليه. ايوه الشوط الاول كان لعب حلو جدا
يعني من اكتر الاشواط اللي شفتها للاخ محمد هم هاني. عشان كان بيلعب من ناحيته برضه، فهو كان مجبر ان هو يدخل في اللعب اكتر. ايوه يعني ايوه هو في الماتش اللي فات ما كانوش بيضغط من ناحيته هو، فهو كان يستلم الكوره، الهجمه ماشيه هو يوقف الهجمه، أيوة. يباصي لورا، ولو عمل الكره العرضيه بتاع محمد صلاح لو كان شد رجله فيها دي كان فهو في الشوط الاول. اه بس فطرده غلط، واكتر حاجه ضايقتني تطرد ليه اصلا في المكان ده ومع الوقت ده وفي الوقت هو اللي ما بس طردش ايه، انت اصلا. انا هقول لكم القصه. هو محمد هاني زي ما انتم عارفين يعني راجل عنده قرب يكمل ال 30 بس هو لسه ناشئ. انا لحد دلوقتي هو خد شويه حماس ما بيكبرش. من حسام حسن. تمام. فلما خد شويه حماس فيعني عمل ايه بقى؟ طلعهم في فخد ضربه. ايوه كان جنبه الناحيه اليمين، فهو راجل ايه جنبي فماليش فيه فهكسر كان مطبع على فيديوهات راموس. ايوه ايوه فهي دي اسوء نقطه، واحسن نقطه ان هو تصرف حسام في الشوط الثاني مع حاله الطرد دي، والمركز ده اللي اهم مركز عندك اللي خاصه لما كانوا بيلعبوا عليه، فهو اتعامل معاه بكل احترافيه يعني. بس هو تغيير امام عاشور مثلا، كان طلع مرموش او تريزيجيه، هي دي الحته اللي ممكن نحكي فيها يعني. ايوه طلعت ده انت ممكن تطلع كل تريزيجيه. الناس بتقول ان انت تطلع مرموش ده كان غلط. بالظبط كده صح. بس يعني كل متفق على الموضوع. طب ليه يعني انتوا ايه وجهة نظر حسام حسن مثلا؟ هو مستر حسام حسن لما طلع كابتن مرموش للاسف يعني، والله هو حاليا دلوقتي يعني يعتبر وقف المهاجمين يعني، خلاص هو بدأ يعني يدافع، خلاص انا هنحافظ على الهدف الاول، مش هنهاجم تاني. هقول لك حاجتين ممكن يبقى حسام حسن فكر فيه. اولا حسام حسن حاطط ان صلاح لسه صلاح بتاع 4-5 سنين ورا، اللي هو بيجري، اللي هو اسرع لعيب في العالم، بصيله او يمشي بصراحه. لا هو صلاح ما بقيش كده يعني. برضه لازم تبقى فاهم واخد بالك ان صلاح دلوقتي مش بيلعب بسرعته. مش مع جنوب افريقيا برضه، بتوع جنوب افريقيا اسرع، هم بتوع سان داونز ولا بالظبط. هو صلاح ممكن يجري بس ما توقعش منه دايما ان هو يعمل الحاجات اللي كان بيعملها زمان في ليفربول وكاس العالم 2018 رجل صلاح والكلام اللي ممكن يعمل الكلام ده مرموش. الحاجه الثانيه تريزيجيه برضه مع المنتخب انا بحسه لعيب تاني غير اللي احنا بنشوفه لا في الاهلي او حتى في الاحتراف. فقال لك لعيب خبره وقاعد ويدافع. انا فاكر تريزيجيه في 2018 الله يرحم ايام هيكتور كوبر كان بيدافع، كان مدافع من الطراز الاول، كان الناحيه الشمال دي بتاعته. فاعتقد ان هو فكر فيها في دي، قال لك مرموش مش هيقدر يعمل لي ادوار دفاعيه زي ما تريزيجيه يعمل. بس انا في البطوله دي حاجه انا عايز اتكلم عليها، مش عارف انتوا حاسين بيها ولا لا. المنتخب داخل البطوله ما كانش مستعد. هو دايما مش مستعد. لا هو يعني انا ماتش زيمبابوي احنا ما اتكلمناش فيه تمام، لان احنا يعني ايه فزنا بالعافيه وبتاع. بس انت لو بصيت على الماتش انت لاعب كويس جدا يعني، انت اعلى فريق بيهاجم. انت لو بصيت في كل بطوله برضه احنا فتره الاستعداد بتاعتنا مش بنعملها، مش بنلعبها يعني. البطولات دي كان حسام البدري تقريبا كان ماسك المنتخب، كان في مفروض ان احنا بنلعب ماتشات قبل البطوله ما بنلعبهاش يعني. حتى مع كوبر تقريبا او في بطولات احنا كناش نلعبها اصلا ماتشات وديه نظرا لارتباطات الانديه في افريقيا وفي البطولات دي، بيحافظ على اللعيبه او مش بيرضى يعمل احتكاك اكتر، فبتحس ان برضو مصالح الانديه برضو بتغلب في الحته دي يعني. انا شايف ان توفيق ربنا ان الترتيب بتاع المجموعه كان ماتش زيمبابوي اول واحد يعني. اعتقد لو كان ماتش جنوب افريقيا اول واحد اعتقد ان النتيجه ما كانتش هتبقى بالظبط. زيمبابوي انت الماتش ده استفدت منه مش بس ان انت خدت ال3 نقط ودول اهم حاجه، لكن استفدت منه بحاجه تانية مهمه، ان انت عرفت عيوبك بدري، عرفت ان في مشكله كبيره عندك لازم تجري عليها وتحلها في ماتش زيمبابوي. واقول لكم في ماتش زيمبابوي الواحد كان حاسس حاجه غريبه جدا، حاسس ان اللعيبه كويسه، اللعيبه بتطلع كل حاجه عندها، بس اللعيبه مش حافظه بعض من الاخر يعني. مش باين دي مشكله المنتخب، مش في النهايه. فكره انا جايب يعني ده من هنا وده من هنا وده من هنا، الكيمياء مع بعض مش رابط. عشان كده احنا ليه بننجح في البطولات المجمعه زي ما بيقولوا، علشان اللعيبه بتاخد على بعض، فبالتالي في الادوار المتقدمه خلاص بقينا فريق. لكن انت في الجزء الاول احنا في التجمعات بتاعه تصفيات كاس العالم او كده زمان انت بتيجي على الماتش فلسه هو في الماتش لسه ما فهمش اللعيب اللي جنبه بالظبط. لكن احنا الماتش زيمبابوي كانت الموضوع ده واضح، العيال كانت كميه الكور اللي بتتقطع في نص الملعب والعيال مش حافظه بعض، والواحد يبعت لك باصه وتلاقي التاني ما اتحركش عليها. الحاجات دي كانت كتير، دي كانت المفروض تتعالج بايه؟
بفتره الاعداد اللي كانت تتم في الماتش. عشان كده انا يعني بستحضر الموقف بتاع اللي هو كان زمان يقول لك المنتخب هو الاهلي، فدي كانت نافعه المنتخب ان اللعيبه واخده على بعضيها. طب ما دي حصل. هو عملها، هو صلحها. معلش حصل. هو صلحها الماتش ده اصلا. معلش ما تتفازلكش، ما تجيبش احسن لاعبين عندك دفاع. هو حسام عبد المجيد صح؟ اول ماتش ليه اصلا، يعني اول ماتش يلعب جنب ياسر ابراهيم. هما الاثنين مش راكبين اول مره يلعبوا مع بعض. نزل رامي ربيعه، حط حمدي فتحي، بيعتبره اهلي برضه. هو اهلي دلوقتي صح ولا؟ انت حط الثلاثه ورا خلاص الدنيا اتسدت في جنوب افريقيا. طيب الشوط الثاني بتاع جنوب افريقيا بقى ايه اللي حصل بقى؟ هو ضرب مفيش شتيمه. بس خلي بالك مفيش الكوره اللي انا شفتها اللي هي مثلا ايه، هم كانوا خايفين صعبه. بالظبط. كل كوره لازم تحافظ على الهدف، تلطيش يعني، هم بيلطشوا. ما احنا برضه عاملين اتوبيس برضه في لا هم خايفين برضه من المرتده. هم خايفين من المرتده برضه مع مصر وصلاح. هي حصل مرتده مرتين بس معاهم مهاجمين طيارات. ايوه الجوانب بتاعتهم طيارات. بس ده غير كمان حارس المرمى هم مرعوشين يعني. انا مفيش هجمه عادله. لا بس فاهمين بعض يعني. الماتش والله كان في تيكي تاك وحرفيا بيواصلوا بعض وفاهمين بعض في اللعب. انت برضه يعني حتى حدد المرمى بتاع الشناوي كذا مره يعني. واحد بصراحه بس عشوائيه. مفيش الكوره يعني في كورتين ثلاثه قويه، والشناوي كان جامد جدا وزي الفل، كل الناس عماله تتاسف له يعني. تمام. غريب الموضوع. هو الشناوي برضو يعني هو ده العادي بتاع الشناوي يعني. انا برضو يعني ده العادي يعني. برضو الكور اللي اترمت على الشناوي اعتقد يعني سهل، اعتقد ذلك. انا شايف كده يا جماعه. الكوره كلها في النص. معلش في النص يعني. انا بس خطير شغلك في النص. لا في كوره فيها ستريتش بس ما حصلش فيها الكوره اللي هي في الثمانيه اللي هي صاروخ، ما حصلتش يعني. برضو عشان بس يعني واضح ان الناس بتبالغ على السوشيال ميديا وعلى القنوات. الله ينور يا شناوي، بس ده العادي يعني. ده اللي احنا عايزين نقوله. ده العادي بتاع منتخب مصر بغض النظر اسمه ايه. مفيش كوره من كوره الحضر يعني. يعني مثلا مفيش الجون بتاع مصطفى حجي في 98 اللي دخل في نادر السيد. ما حصلش. نادر السيد ده كان فظيع. لا بس الجون ده كان عليه شويه غلطات ولا اسمه ايه ده بتاع برشلونه ده بالظبط. بس ماشي كويس يا شناوي كويس، بس ما يعني حاسس ان كان في مبالغه في ان هو بصراحه كان يستحق اول ماتش. كان يعني الكور سهله كلها، بس دلوقتي الناس بتبالغ في الشكر بتاع الشناوي. طيب ضربه الجزاء بتاعت ياسر ابراهيم اللي قعدنا فيها 10 دقائق مع الحكم، انت ايه رايك؟ انا كان وجهه نظري ان هي المشكله مش في بره وجوه. المشكله هي اصلا تتحسب ولا لا. حتى لو جوه. ان هي لو هي بره جوه كان هيحسبها فاول مثلا على الموضوع. لكن هو كمل لعب. كان كل الشك ان هي ضربه جزاء ولا لا. فهو ساند ايده على الارض، فمفيش مكان غير كده. ايوه. والكوره قبل ما تجيله كانت ايده اصلا على الارض وثابته، فالكوره جت في ايده الثابته خلاص كده مش ضربه جزاء. لكن لو هي فكره بره جوه الناس كلها واخده الموضوع بره ولا جوه. لا الموضوع ضربه جزاء. هي كانت بره ولا جوه؟ هي كانت جوه بجد. انتوا عارفين انه عمل اسقاط يعني، حتى ما حسبش اسقاط عشان خاطر ان هي مش ان هي بس ضربه جزاء ولا لا بس. لكن لو هي فاول كان واضح ان هو كان تعبان. هو فعلا انه ضيع كان فعلا كان ممكن لا محمد هاني كان هم كان في حرفيا مفيش حكام يعني كده. عموما انا شايف بصراحه ان مفيش حكام يعني. كنا مثلا جبنا حكام من المصريين احسن كده يحكم احسن كده. طيب انا عندي سؤالين عشان اختم الحلقه دي وما اطولش على الناس. بعد الماتش ده انتوا عارفين ان منتخب مصر اول منتخب يضمن صداره المجموعه دي، اول مره تحصل في كاس الامم. الصداره مش صعود بس يعني. لا الصداره يعني انت كده لو اتغلبت قدام انجولا 10-0 انت اول المجموعه. يعني قصاد المروج بتاع الزمالك اللي اسمه شيكو بنزا ده. ايوه يعني. لا انت دي فرصه مثاليه ان انت تجرب كل اللعيبه عندك وتعرف الدنيا يعني. اللي كنا عاملينه قبل البطوله مفيش تحضير اهو يا عم، يا ربنا جاب لك ماتش. بيلعب مع في المنتخب ولا قاعد في التشكيله. المفروض يلعب الماتش الجاي، يلعب مكان محتاج حد سريع وحد مهاري. هو المفروض المتوقع ماتش انجولا انت تلعب بقى بالمنتخب بالناس اللي ما بتلعبش خالص وتشوف من اول الماتش. انت فعلا لو اتغلبت اي نتيجه انت لسه هتبقى اول المجموعه. انت دلوقتي بتدور على مين الثالث بتاع المجموعات الثانيه. خلي بالك المغرب النهارده اتعادلت امبارح. تعادلت المغرب. ده البعبع ده بتاع ده اللي بقى خايف تتغلب وتروح تيجي تقابلنا احنا هو المغرب متوقعين ان انا مصطفى محمد يجي في وشهم باي طريقه. بس برضه المغرب يعني مش الفرق النقاط مش كبير، هو 4 نقاط. لا يعني انا اتوقع المغرب في اسوء حالاتها الماتش الجاي مع مين؟ مع زامبيا ولا مع مين؟ الماتش الجاي مع زامبيا. زامبيا
اسوأ الاحتمالات ان هي تجيب نقطه، يعني تبقى مركز تاني مثلا. هي مالي فرقه تقيله برضه بتلعب كوره بصراحه يعني، ولعبتهم بدنيا اقوى من لعيبه المغرب يعني. هم طول بعرض وسبرنت عالي وبيلعب كوره. منتخب مالي ده هو المنتخب الوحيد اللي في افريقيا اللي ما تعرفوش ملامح، لا عارف انت تقول عليه منتخب قوي ولا منتخب ضعيف، بس في لعيبه كتير ولا منتخب بيستعبط. يعني بص انت في مثلا تصفيات كاس العالم مالي وغانا ومش عارف ايه، متوقع يبقى في كومبيتيشن. غانا صعب بسهوله جدا ومفيش اي مشكله وعادي جدا. تيجي في وقت تاني كاس الافريقيه ومش عارف مالي وتونس تغلب تونس. انتوا ايه؟ هي ما يعملوا واخده تونس ولا فريق خط الدفاع يعني زي بالظبط. الراس الاخضر ده الاول ما كانش معروف كاس العالم منتخب السودان مثلا، انتوا عارفين المنتخب السودان كانش معروف واخد دورتي. الدوره دي فيها 24 منتخب في افريقيا ما صعدش. كاب فيردي وغانا، انتوا مش واخدين بالكم غانا مش قاعده، غانا ما صعدتش اصلا. بس فدي كاس غريبه جدا. طيب شكر. توقعاتكم منتخب مصر هيعمل ايه في البطوله؟ كل واحد يقول لي كده منتخب مصر بعد الجوله الثانيه مش الجوله الاولى. انا كنت عارف رايكم الجوله الاولى. الحمد لله. قول لي يا عم. هو والله يعني هو الخروج اتأجل شويه. اتأجل هيبقى من امتى؟ نطلع من اتأجل. اما هدخل ادوار النهائيه يعني انت اي منتخب قوي. منتخب مصر المركز الاول هيلاعب الثالث، هيصعد دور 16، هيصعد 8. هو هيصعد يعني هيفوز على اللعب ويبقى لان هو ارتاح نفسيا دلوقتي. المنتخب مشكلته ان هو دايما بيبقى مضغوط. ايوه حاطين عليه يعني موضوع الاعلانات المبالغ فيها، التشجيع ولا مش عارف ايه ومنتخبنا ومصر ومش عارف ايه، شايفه اوفر كتير خالص. زمان ايام ابو تريكه والجيل القديم شويه ما كانتش الاعلانات دي قوي، كان اخرنا مش عارف كوكاكولا مش عارف الراعي الرسمي واعلان نص دقيقه. ايوه كميه اعلان بالعبيط. اللعيبه بتبقى مضغوطه فما بتشمش نفسها يعني. هنشوف الموضوع بس طيب هتطلع يعني هنصعد نهائي ولا نص النهائي ولا دور الثمانيه؟ هو على حسب المواجهات يعني. هو اي فرقه هتيجي فرقه قويه منظمه زي المغرب مثلا ما مش هيصمد قدام المنتخب. ما اعتقدش يعني ان احنا عندنا الكفاءه. يعني الماتشين اللي فاتوا ماشيه بالستر. انا طلعت من دور الكام. ما جاوبنيش برضه. نطلع من دور الكام يعني ممكن مثلا 8 مثلا نطلع من الثمانيه. ان شاء الله نتمنى يوصل للسيمي فاينل. سيمي فاينل باذن الله. بس هيطلع ان شاء الله يعني. يا رب نكمل. الفريق بتاعك السيمي فاينل السنغال. بالظبط. انت خليك انت هتسلم على السنغال وخلاص كده كفايه. نلعب الثالث والرابع كده والدنيا تمام ان شاء الله. بص انا اتوقع يوصل النهائي بس ما يكونش قصادنا مثلا الجزائر او السنغال. يعني ممكن المغرب ممكن نعرف نلعب معاها نفسيا. احنا المغرب لعبناها قبل كده. المغرب حاطه نفسها ان احنا البعبع بتاعهم او ان احنا مش عارفين ليه. فنفسيا اضعف بكتير يا فندم. فانت نفسيا بس انت هو انا فندم انا يا باشا بشكرك على الثقه الغاليه والله. الجمهور المغرب بشكركم على الثقه الغاليه. يعني الماتش ده لو حصل تبقى انت داخل نفسيا اكتر منهم مرتاح في ماتش المغرب. هم مهيئين نفسهم ان انت اللي هتطلعهم من البطوله. ايوه. فماتش المغرب ممكن لو حصل ما جالكش منه اكتر من الجزائر والسنغال بالتحديد. فانا ممكن لحد ما امشي النهائي اي حد من الاثنين دول. يعني انت لو ما لعبتش الجزائر او السنغال واخد البطوله او المغرب طبعا. لا المغرب عادي بالنسبه لك انت. احس المغرب عادي. طب تونس؟ لا عادي خالص برضه. بقت تدوس عليها تونس مع انهم لاعبين ماتش جامد. بس السنغال والجزائر بس ان هم احس ان اكتر فرق بيلعب. انا مش شايف ان السنغال مع احترامي الشديد عادي. هي لسه بتسخن السنغال يعني. والجزائر عادي. انا مش عارف بعد الماتش ده بيه كله عادي ولا هم لا. هي حاله بص على حسب حاله الفريق. انا بقى يعني اخر حاجه عايز اتكلم فيها حسام حسن. هل هو المدير الفني الامثل لمنتخب مصر ولا لا؟ عشان بس الموضوع ده احنا مدوشين بيه من قبل البطوله وديكم شفتوا في البطوله واتعرض لاول تجربه. خلي بالك حسام حسن جه غصب عن اي حد مسؤول في الكره المصريه. وانا عندي قناعه شديده ان الجمهور المصري بيفهم اكتر من اي حد ماسك كره في مصر. والله يعني الجمهور المصري هو اللي اصر على حسام وحسام جه على بلغ الجمهور. معلش انا مش فاهم ليه الناس ضغط على حسام حسن اصلا. يعني فكره ان انت هو الناس مش عاجبها حسام حسن. هو بيقارن بحسن شحاته ودي مشكلته. معلش تعال نرجع 10 خطوات لورا. الناس الكبيره اللي زينا هيفتكر انت خليك كده. حسن شحاته لما مسك منتخب مصر في 2006 مع فريق. لا اسمعني. احنا في وقتها ما كناش حاسين بكده. انت على فكره بالمناسبه انت عندك فريق اقوى من 2006. ايوه بالمناسبه انت لا كان حد بيلعب في ليفربول
ولا كان حد بيلعب في مانشستر سيتي. احنا لا مؤاخذه كان مين احسن واحد؟ ميدو، زي مصطفى محمد نانت اللي احنا بنقول عليه ربع مهاجم، او اللي بيقول عليه حسام حسن ربع مهاجم. فانت ما تقوليش ان انت عندك فريق، انت شفت الفريق لما خد البطولات فاعترفت ان عندك فريق. لكن ساعتها حسن شحاته جاي منتخب مصر، الانجاز اللي عمله الوحيد ان خد بالمقاولين كاس مصر، تمام؟ فقال لك حسن شحاته ده كان ما قبل كاس الامم دي. حسن شحاته كان بيتبص له ان هو مدرب اقل من العادي في مصر، وان هو راجل كده ربنا كرمه كده يعني، تمام؟ مسك منتخب مصر لفتره مؤقته، وكانوا قايلين له ان دي فتره مؤقته، عايزين يجيبوا مكانه مدرب، تمام؟ ايه اللي حصل؟ وده اللي ما عملوش حسام حسن، مش راضي يعمله، ان لعب كام ماتش ودي مع كوريا الشماليه، مع كوريا الجنوبيه، الناس اللي فاكره، ومع استراليا متهيألي ابتدى يفوز 4-2 مش عارف كام. بلجيكا تقريبا، بلجيكا لا مش عارف، مش فاكر، بس اللي انا فاكره في الفتره دي ان هم اصلا كانوا كده هيقلبوه، ما كانوش هيكملوا. أيوة. تمام؟ كان سمير زاهر ساعتها متهيألي. سمير زاهر كان. فدي قصه حسام حسن شحاته. حسام حسن معلش يعني هو الانسب لاداره منتخب مصر مع احترامي الشديد، ومش دلوقتي وبعد كاس العالم. وقول لي ليه؟ اولا احنا في مصر ما عندناش كوره مبدئيا كده، ولا عندنا سيستم كوره، والموضوع ده واضح وضوح الشمس. المغرب عشان توصل للمرحله دي تعبت وعملت سيستم وانديه ومراكز وبره. احنا يا باشا احنا طول عمرنا عايشين بايه؟ بالبركه. يعني ايه احنا يا باشا؟ ما عندناش حاجه اسمها سيستم. احنا يا باشا 120 مليون ربنا كرمنا، تمام؟ فال 120 مليون دول بتيجي معاهم صدف، واحنا عايشين بالصدف دي وجبنا بيها 7 بطولات زي حمص كده. فاحنا كده وهنفضل كده ومش هنتغير، تمام؟ فانتوا اشمعنى المدير الفني اللي انتوا عايزين تجيبوه حد ما حصلش، ولا حد مش عارف ايه؟ معلش كارلوس كيروش لما جه مسك المنتخب مسكه بالغلط. لا وحسام حسن يعني اعتقد ان هو شخصيته برضه قويه شويه عن المدربين التانيين. حسام حسن شخصيه قويه، احنا متعودين عليه كده. لعيب اسم كبير ليه شعبيه هتفضل لغايه اخر عمره موجوده. حسام حسن ليه شعبيه. انت معلش روسيا في كاس العالم لما قرر بوتين ان هو يجيب حد من مصر، جاب مين؟ حسام حسن. لما استضافوا في الاحتفالات بتاعه كاس العالم بتاعه 2018، انت حسام حسن اسم كبير، شئت ام ابيت. يعني اللعيب يا عم ممكن بعض اللعيبه دلوقتي يتعلم ان هو يتعامل مع اللعيبه الكبيره. حسام حسن لا اسم كبير، حسام حسن ليه خبره كبيره. طبعا كل الناس يقول لك مش معاه الرخصه الدوليه برو، مش برو، معلش ما هو في ناس كتيره معاها الرخصه الدوليه برو، ومعلش مدربين سيئين جدا يعني. فهو ده مش مقياس، احنا قدر علينا ان احنا نبقى كده، احنا ما عندناش سيستم. فحسام حسن انضف حاجه عندك ممكن تعملها. طبعا كان في عصبي ومش عارف ايه وبتاع، بس انتم ملاحظين ان هو عامل كنترول على قد ما يقدر الفتره اللي فاتت. احنا ما ينفعش معانا العصبيه دي. فين اللعيبه ما ينفعش معانا العصبيه بس جو اللي هو كان يقعد كيروش ولا مش عارف ايه، لكن انت معلش كده تلجأ عشان حاسس بحاجه. وبعد كده تعالى بالورقه والقلم. حسام حسن صعدك في كاس العالم في التصفيات، يقول لك لا الفرق ضعيفه ومش عارف. انتوا ناسيين ايام حسام البدري؟ ناسيين لما مؤاخذه لما كنا بنتعادل يقول لك انا على فكره ما بتغلبش لغايه دلوقتي. فاكرين الفيلم الهندي؟ تمام؟ فاكرين شوقي غريب لما مؤاخذه تونس تيجي تلبك هنا في مصر والسنغال تيجي تلبك هنا في مصر وكل واحد ماشي في الطريق يلبك؟ انتوا فاكرين تبقى مهازل في التصفيات؟ لا يا جماعه احنا معلش احنا طلعنا في كاس، طلعنا من كاس على ايد افريقيا الوسطى، فاكرين؟ لا احنا كنا في ايام سودة. وبعد كده يجوا فانتوا بتقارنوا حسام حسن بايه؟ راجل لا مؤاخذه ما حسكش ان في تصفيات كاس عالم اصلا. وبالمناسبه بوركينا فاسو فريق قوي جدا وفاز الماتش اللي لعبه في كاس فمش فريق سهل يعني. لعب نيجيريا فاز عليها في الوديه. على فكره نيجيريا كان بكل النجوم ما عدا اوسيمين، زي ما انت ما كانش معاك مرموش وصلاح، فالكفه متساوي وفاز عليهم بسهوله وباداء كويس وعادي جدا. فاحنا ليه مشكلتنا مع حسام حسن؟ لا حسام حسن يا باشا ادوا له الثقه، خليه يلعب ماتشات وديه كتير، صح ولا غلط؟ بالظبط. هو ده اللي ناقصه على فكره، هو خايف يلعب ودي. يا عم اتغلب يا كابتن حسام عادي، اتغلب يا باشا، روح العب بالبرازيل وفرنسا وايطاليا، مش عايزك تفوز ولا ماتش، بس العب لي كاس عالم نقعد نحكي بيه العمر كله. هو في حد فاكر الماتشات الوديه اللي قبل كاس العالم 2018؟ محدش فاكر. حد فاكر اللي كان قبل مش عارف مين؟ محدش بيفتكر غير الرسمي. فانت يا باشا خد الثقه
والعب ولخبط الدنيا واغلط واعمل حاجات غريبه من بتاعتك عادي جدا، بس في كاس العالم وديني ماتشات. واحنا في كاس الامم هنا مش محتاجين منك غير دور الثمانيه او لو 8 كويس. انا عن نفسي لو احنا طلعنا من دور الثمانيه ما عنديش اي مشكله في الموضوع ده ان شاء الله نكمل باذن الله. بس. وانت ايه رايك يا عم؟ اتمنى والله. هو بصراحه يعني حسام حسن ليه اخطاء كتير جدا حتى في الماتش اللي فات، احنا ممكن نتكلم عليها برضه، ممكن يعني حد ياخد باله منها. ايوه انه يعني تعبك بحته محمد صلاح عايز يطلع. حرفيا انا عايز اطلعها والله. هو بص انا حسام حسن انا حاسس ان هو من كتر الضغط ساعات ما بيعرفش يفكر، بيتعصب. لا هو لما بيتعصب ما بيبقاش فيه تفكير، هو خد قرار من اول انه يطلع. فيعني حته التوقيت ما جاتلوش، يعني ما جاتلوش. المدرب عنده وجهة نظر. احنا عندنا مثلا حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى الغرام. كده خلص الكلام. تمام. خلص الكلام. استنونا في حلقة جديدة من الرابعة شمال.